السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. جاروف يعني روتين عند الطيور. انا جايه دلوقتي يعني بعد المغرب عشان اكنس للطيور بتاعتي، لان انا طول الفتره اللي كنت تعبانه فيها اهملت في طيوري جدا جدا، فما كانش عندي استطاعه او كان عندي قوه ان انا اقدر اكنس للطيور وانضف لها. فقلت بقى اجي بقى بعد المغرب كده اتسلى بقى كده وانضف المكان عندي. بس المكان اللي متبهدل قوي جدا جدا يعني مكان السقايه. مكان السقايه هو بقى يعني ايه، عشان فيه بط وكده والكلام ده، فبيبهدلوا المكان وبيخلوا المكان السقايه يبقى فيه ميه. فعشان انا حاطه لهم في بلاستيكيه فبيخلوا المكان ميه، لان البط من عادته ان هو طائر مائي بيحب يستحمى وبيحب يبلبط. فالمكان يعني مكان السقايات بيبقى سهل جدا جدا في الكنس. فانا هكنس المكان كله كده وانضفه عشان المكان انا قفلت على الطيور زي ما انتم شايفين ان انا حطيت مشمع على الباب. فكان لازم ان انا انضف المكان، لان كتمه المكان يعني انا سايبه فيه تهويه بسيطه جدا جدا في الباب من فوق، بس كتمه المكان بتخلي مع الكنسه، ركنه الكنسه في المكان بتعمل ريحه جامده. وزي ما انتم شايفين ان الكنسه مكان المسقه مبلله جدا، فلازم اكنس المكان وانضفه. وهنعمل بقى روتين عند القطط برضو النهارده. القطط رخلة عايزه تنظيف. انا يا جماعه والله العظيم بهتم بطيوري جدا جدا. فانا همسك بقى دلوقتي حالا الفراخ ديت اقصقصها الاول قبل ما افرش المكان وقبل ما اعمل اي حاجه. همسك الفراخ ديت الهندي والبراهمه والجمي بتاع البزراميط والبلد الهجين، كل الطيور ديت همسكها اقصقصها، لان الطير طول ما بيبقى عليه ريش كتير فالريش ده بيمص من دمه. فمهما تاكلي ومهما تعملي فالريش اللي قدامكم ده يعني بصوا بيمص جميع الدم اللي في ايه في الجسم بتاع الطير بتاعه. الفرخه دي بسم الله ما شاء الله فرخه بصراميط هندي على فيومي، بس الجينات اللي فيها اكتر للهندي، لان الديك الهندي عندي بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا اللهم بارك، وديك عظمه كويس جدا جدا. فعندي جينات الهندي ظاهره في البزراميط اكتر عن الفيومي، يعني ظاهره فيها الهند ظاهر فيها اكتر من الفيوم. فربنا يبارك يا رب. الفرخه دي بالظبط قدام منها شهر بالكتير وتشتغل، يعني يعتبر هي اكبر فرخه في الفراخ عندي. مجموعه الفراخ اللي موجوده معايا اصلا ما هيش عمر يوم واحد، هي اعمار متتاليه. فالحمد لله ان انا ناويه اعمل انتاج كبير جدا جدا من البزراميط. فحبيت ان انا يعني ايه ابدا اعمل انتاج ساسو مع هندي وفيومي مع هندي وبلدي مع هندي. انا بسجل لكم الصوت من جديد لان اصوات الفراخ وانا بقصقصها كان اصواتهم رهيب جدا جدا. فانا جيت اسمع الفيديو لقيت صوتي مش واضح في وسط الفراخ والصوت بتاعها. فالفراخ بسم الله ما شاء الله كلها هتتقصقص بنفس النظام. كل الفراخ اللي موجوده معانا هندي زي ما قلت لكم او فيومي او بلدي او بزراميط او اي نوع او براهما كله يتقصقص. ده برضو عمره شهر وايام. دول 3 اعمار متتاليين مع بعض. الفراخ الموجوده معانا حاليا كلها ديت 3 اعمار موجودين مع بعض في مكان واحد. كان كل فتره بيطلع لي حاجه من الفقاسه، اخر انتاج كان طالع لي من الفقاسه كل فتره كان بيطلع لي حاجه. فكنت بجمع الفراخ كلها مع بعضها عشان ما اعملش كهرباء في الفاضي وعلف في الفاضي، فكنت بجمع الكميه مع بعضها. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. دول برضو هم صغيرين، انا بعت منهم هندي وبعت منهم براهمه، بس اللي فضل معايا الواناتهم جميله جدا جدا اغلبيتهم تياجر. فعشان كده انا مستعزيه بالدفعه دي. اللي موجود معانا ده ديك براهمه، ده عمر شهر ونص، شهر ونص لسه بسم الله ما شاء الله. يعني انا رغم انا مأهمله فيهم عشان المكان كان وحش، فالريش بتاعه لم سبله ولم طين ووسخه من الارضيه، بس بسم الله ما شاء الله شايفين الريش عليه قد ايه. الريش كثيف جدا جدا رغم ان ده شهر ونص وريشه كثيف جدا جدا. بس انا رغم تعبي الفتره ديت هو اللي خلاني اهملت في طيوري. مفيش حد هيعرف يكنس ولا حد هيعرف يعمل اللي انا عايزه اعمله لطيوري، ولا حد يهتم بيهم. فعشان كده الريش بتاعه مفتل من قمه الايه الكنسه اللي هو بقى يقف في الميه والطينه ومكان السبله وكده، والميه بتبقى محطوطه فكان بيتعاص الريش بتاعه. فانا هقصقص الاجنحه بتاعته بس فقط لا غير، لان الديوك البراهمه من نادر قوي لو لقيت له ريش في ديله، بقى ديله على طول مفيش فيه ريش باستمرار. ربنا يبارك. ده شكل الديك الكبير اللي عندي، الديك الفراخ اللي عندي اللي هي البراهمه بسم الله ما شاء الله، اصول حلوه جدا جدا، احجامهم 10 على 10. ربنا يبارك يا رب للجميع ويرزق كل من كان الخير اللهم امين يا رب. ربنا يبارك ليا ولكم الامه محمد ان شاء الله.
انا هقصقصهم كلهم، مش هسيب ولا فرخه فيهم بدون قصقصه. شايفين برضو دي فرخه هندي اهي، اللهم بارك. احجامهم كلها جميله جدا جدا، يعني هو الاعمار اللي موجوده معايا اكبر عمر معايا في الهندي عمره شهرين بالظبط. بس انا كان لازم اخد معاهم الخطوه ديت واعمل الروتين ده، بس مش هاخد الخطوه الا لو كنت بكنس بقى، عشان اكنس والم الريش والم الدنيا دي كلها تماما مع بعضها. بس انا اخترت الوقت ان اكون بعد المغرب، لان فعلا انا صحتي مش مساعده ان انا اشتغل واتبهدل في الحر وكده. فالحمد لله ربنا المستعان ان انا قادره اباشر طيوري. ويمكن انا اقل واحده على اليوتيوب بتحط علف لطيورها. يعني انا مش بعلف علف صافي، لان لو بعلف علف صافي مش هقدر اكلف على الطيور كلها. فانا بعمل الخلطات اللي بعملها بسم الله ما شاء الله. احجام الفراخ في ايدي اللهم بارك اللهم بارك، على الاعمار بتاعتهم احجامهم جميله جدا جدا بسم الله ما شاء الله. لسه الفراخ بتصرخ فعلا، صوتها صوصوه، لسه مش صوت فراخ كبيره، لسه الفراخ بتصرخ. صلي على بس الحمد لله محمد. عليه الصلاه والسلام، الحمد لله. احجامهم 10 على 10، وانا راضيه عن الاحجام بتاعتهم، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. انا كنت في الوقت ده عماله بصب ميه لان الاوضه كاتمه فعلا. حتى احنا بالليل ومع الكنس ومع الروتين ومقصقصه الفراخ والجري ورا منهم، الجسم بيصهد وبقتش واقفه، وربنا اللي عالم بيه والله العظيم. وكان نفسي ان انا اكمل اصلا روتين عند الطيور كلها، بس ما قدرتش فعلا. انا يا دوبك كنست للفراخ ديت وكنست للقطط، وكان اليوم فعلا كان بالنسبه لي كان روتين صعب جدا جدا، ممكن يكون اخد مني ساعه وشويه. بس الحمد لله قضيت المهمة وعملت التور بتاعتي اللازم اللي هم كانوا محتاجينه، لان فعلا المكان كان وحش جدا جدا. بس الحمد لله انا يعني قدرت ان انا اكنس المكان وانضفه ومسكت الفراخ دي كلها. ريش الفراخ على فكرة بيبقى صعب جدا جدا، يعني على ما بخلص قصقصة للطيور بتكون الايد اللي بقصقص بيها بتكون وجعتني جدا جدا. يعني انا بقول لكم وشي بينزل ميه جامد، انا عرقانه، يعني بشاور لكم بقول لكم وشي عمال بيشر ميه من كتر التعب وكتر الاجهاد اللي انا فيه، لان فعلا يعني اي مجهود دلوقتي بيبان عليا وبحس بالتعب جدا جدا. بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، لازما ناخد خطوه ايجابيه مع طيورنا، مش الاسم ان احنا بنربي طيور وخلاص. الفرخه ديت بسم الله ما شاء الله، فرخه برضو برهمه، دي انتايه هيت بسم الله ما شاء الله. دي بنت الفرخه البيضه ربنا يبارك، اللي كان موجود عندي ابيض كله وانا بعته وما عادش عندي الا الديك والفرخه دول اللي موجودين برهمه عندي حاليا. الدفعه اللي كانت عندي موجوده وياهم اتباعت. وزي ما قلت لكم انا بعت جزء من البراهمه وجزء من الهندي الحمد لله. يعني في ناس بتطلب مني وما برضاش ازعلها ولا برضه احرجها. شايفين الفرخه اللي في ايدي ديت دي بزراميط مش هندي يا حبايبي، يعني اللي يشوفها يقول ده هندي، لا ده بزراميط، بس انتايه جميله جدا جدا. كده خلاص انا خلصت يا حبايب قلبي، كنست وفرشت المكان اهوت ونضفته وعبيت الكنسه، ما عادش في اي مشكله خالص بالنسبه لنا. والفراخ قدام مني بجريها في المكان، انا بشوف برضو لو قصقصت الريش في حاجه جابت دم او كده او كده. فالحمد لله الامور عدت على خير. الديك اللي البراهمه كان دافس دماغه وبين الطوب وبعضه عشان خايف ان انا امسكه تاني. اللهم بارك، الديك مستواه حلو جدا جدا، شايفين حجمه على الارض وشكله وشكل الريش الكثيف اللي عليه، اللهم بارك الريش بتاعه كثيف جدا جدا. ربنا يبارك للجميع، دي انتاج طيوري وشغل فقستي الحمد لله، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير اللهم امين. الفراخ البزراميط موجوده عندي حاليا 10 على 10 واحجامهم جميله جدا جدا، ربنا يبارك يا رب ليا وليكم لأمة محمد ان شاء الله، ويرزق الجميع، وربنا ما يضيعش تعب لاي حد فينا يا رب ان شاء الله، ويبارك لنا في صحتنا وفي اولادنا وفي مالنا وفي طيورنا وكل ما نمتلك بالحلال يا رب، ربنا يبارك لنا فيه. هو روتين كان صعب جدا، بس الحمد لله انا عملت اللي عليا واكتر، لان كان لازم اخد الخطوه ديت مع طيوري، لان طيوري فعلا اتبهدلت الفتره اللي فاتت ديت، لان انا كنت بعلف وبحط وبعمل خلطات وبعمل وصفات، بس الحقيقه ما كنتش قادره اكنس اصلا، ولا كنت قادره انضف للطيور، ولا كنت قادره اخد معاهم خطوه، وبنتي ملهاش في الكلام ده خالص. فالحمد لله هندخل بقى دلوقتي حالا عند القطط، نكنس للقطط وننضف لهم المكان. كده احنا دخلنا عند كوكي وولادها، ربنا يبارك يا رب للجميع ان شاء الله. المكان وحش جدا جدا رغم ان انا كان ساق قريب، بس عشان هم بيعملوا الحمام بتاعهم في قلب المكان، فالمكان وحش جدا جدا عندهم، فكان لازم ادخل برضو اخد خطوة جميلة جدا جدا عندهم. فربنا ييسر الامور للجميع يا رب. كده ينفع، ربنا يبارك ليا وليكم لأمة محمد ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير. فانا هنضف لهم في المكان واظبط لهم زي ما انتم شايفين اهوت يا حبايب قلبي. كده انا كنست ونضفت وعبيت الكنسه في الجيركن وحطيتها بقى عشان اطلع ارميها وابقى اجيب لهم بقى الله عشان أكبر اجيب لهم اكلهم وشربهم. الاذان بيأذن دلوقتي حالا، فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. كوكي زعلانه جدا جدا. الله أكبر.
كوكي زعلانه جدا جدا ان انا قصرت في حقها، عشان انا نزلتها في البيت من تحت، لان هي وابو ليلى كان رافض وجودها في البيت فوق، فكان لازما انزلها في البيت من تحت عشان الريش بتاعهم او الشعر بتاعهم كان بيطلع في الهدوم، فهو كان رافض وجودها في البيت، فكان لازما ان انا ما ازعلوش برضه واعمل له انفذ له رغبته. فانا نزلتهم تحت بدل ما ارميهم في الشارع او اسيبهم في الشارع، فانا كده نزلتهم، خصصت لهم مكان من بتاع طيوري والله ما عزيته عليهم، ونزلتهم فيه وحطيتهم فيه، وبهتم بيهم باكلهم وبشربهم. شايفين ليتا الجميله ديت، قمر ليتا ديت دلوعه جدا جدا. فربنا يبارك يا رب. ان شاء الله لما كوكي تيجي تولد ان شاء الله هصور معاكم كوكي وهي بتولد، ونوريكم كوكي المره التانية ان شاء الله وهي بتولد عندنا، لان هي ولدت عندي مره واحده، فهنوريها لكم ان شاء الله. معانا سكر ومعانا ليتا ان شاء الله، هحاول اشوف لهم ذكر سيامي يبقى موجود معاهم ان هو يخصبهم او يتجوزوا منه، لان كوكي المره دي اتجوزت من قط بلدي لانها كانت بتخرج الشارع من ورانا، فانا ما جبتلهاش القط السيامي اللي كانت بتتجوز منه، فانا جبت لها قط بلدي. هي طلعت من نفسها اتجوزت قط بلدي، فخلاص كده نضفنا للقطط ونضفنا للطيور بتاعتنا والدنيا بقت تمام، ومفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص، والحمد لله روتيننا عدى على خير، وربنا يبارك يا رب للجميع ويرزق كل من كان الخير يا رب، اللهم امين. ربنا يرزقنا ويرزقكم راحه البال يا رب ان شاء الله. دي كان الروتين بتاعنا النهارده، وكان الفيديو بتاعنا، هو فيديو كان مرهق جدا، او الروتين كان مرهق جدا، بس الحمد لله ان احنا اتممنا المهمه على خير. استنوني في فيديو جديد واشوفكم على خير، بس بالله عليكم ما تنسونوش دعوه حلوه كده من قلوبكم، وتنس ايه لايك حلو كده من ايديكم، وتعليق يشجعني ان انا افضل مستمره معاكم على طول. استنوني فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.